سلام البنات، اليوم جيتكم باول وصفات العيد. درت لكم هذه الحلوى اللي تجيب ذوق الكراميل، يعني لاباط تاعها بعد فيها كراميل سايل بواحد الكريمه خفيفه بزاف اللي هي كريمه الشاميه. تختلف على الوصفات اللي شفتوهم من قبل في اليوتيوب. هذه الكريمه كنت نخدم بها من قبل. كي شفت يعني وصفات حطوا كريمه الشاميه، قلت ندير لكم طريقتي. تابعوا الفيديو للاخير ومشاهده ممتعه. لاول مره تزور قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس ليصلها كل جديد، ومشاهده ممتعه. لهذا الوصفة راح نحتاجو 250 غرام من المارغرين بحرارة الغرفة، بيضة كاملة وصفار، نحتاجو ملعقتين كبار بومبي من السكر الرطب، وزوج ملاعق كبار من الكراميل. تستخدموا اي نوع متوفر عندكم. انا استخدمت هذا الكابريس اللي تجيب ذوق الشوكولا، بغيتو تستخدموا هذيك الموف اللي تجيب ذوق الكراميل، ولا اي نوع واحد اخر. راح نحتاجو ثاني 3 ملاعق من الكاكاو، ربع ملعقة من خميرة الحلوى، 3 من نشا وعطر الكراميل والفارينه باه نشيح العجينه تاعي. اول حاجه راح نخدم المارغرين تاعي مع السكر ونضيف لهم هذاك الكراميل، يعني كيما نخدموا اي بات صابلي عاديه. لهنا الكراميل كيما سمعتوني قلت لكم 2 ملاعق كبار راهم بومبي، يعني تعمرتهم مليح. تقدروا ديروا حتى 3 ملاعق، واستخدموا اي نوع بغيتوا ديروا طوفيا ولا اي نوع جاهز ولا هذاك اللي يتخدم في البيت كيما بغيتوا. راح نطلع المارغرين مع السكر شويه ونضيف لهم الكراميل، يعني تقدروا تحطوا هذاك الكراميل عادي مع السكر، مي انا نفضل نخدم هكا بالخطوات. نحط كميه الكراميل في الوصفه، يعني نفضل تستخدموا هذاك الموف كي عاد فيه لوغو تاع الكراميل قوي خير من هذا. راح نمزج المكونات ونضيف كميه البيض. انا لهنا راني ضاعفت الكميه عليها، استخدمت كما راكم تشوفوا الصفار بيضتين وبيضتين كاملتين. نخلط جيدا حتى يختفيو هذوك المكونات كاملين يمتزجوا جيدا، ونضيف عطر الكراميل. لهنا راني حطيت كميه يعني قليله، من بعد ضفت كميه واحده اخرى. بعد ما تحصلت على هذا القوام راح نضيف المكونات الجافه. اول حاجه راح نحط نشا. ديما المكونات الجافه تاعكم غربلوهم باه الكاطو تاعكم يجي خفيف. نضيف ثاني كميه تاع الكاكاو، استخدموا هذا النوع اللي يجي هكا مارون كلار مش فونسي، وتجي فيه يجي فيه لوغو تاع الشوكولا. نخلط هذه المكونات غير شوي، يعني جيست ينسجموا برك، مانيش نخفق فيهم بزاف. اذا كان خفتوا يعني تبالغوا في الخفق استعملوا يديكم ولا الفوي ولا الملعقه. انا لهنا راني نخلط بالسرعه الخفيفه طول ومش بزاف كما راكم تشوفوا. جيست تدخلوا هذوك المكونات الجافه في الخليط تاع الزبده، حبس الخفق. دوك راح نجيب الصفايه ولا الغربال تاعي ونضيف الفارينه وخميره الحلوى. لهنا خميره الحلوى راني ضفت لها ربع ملعقه ولا رشه تاع ملح باه اللوغو تاع الكراميل يبان في لاباط. ونضيف الفرينه تدريجيا ونبدا نلم في العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه ما تلصقش في البول وما تلصقليش في يدي وتقعد طريه نوعا ما. كما تعرفوا الكاكاو راهو ينشف لي بات. بعد ما تخليوها ترتاح في الثلاجه حوالي 10 دقائق راح تلقاو هذيك لاباط تاعكم مليحه، ما هي ناشفه بزاف ما هي طريه، تقدروا تخدموا بها فاسيلمون. بعد ما لميت العجين وريحته في الثلاجه 10 دقائق راح نحلها. لهنا راهي تماسكت مي مازالت طريه، يعني ما تلصقش في اليدين مي طريه. نحلها بشويه تاع فرينه. لابول الاولى ديما لازم نحلها بالفرينه، من بعد مع الخدمه راح تلقاو لاباط تاعكم ماهيش محتاجه ترشوا لها هذيك الرشه تاع الفرينه. نحلها بهذا السمك، يعني ما هي رقيقه بزاف ما هي خشينه، وتخيروا اي قطاعه وتطبعوا الصابلي تاعكم. بعد ما تطبعوه كامل يعني من الافضل تحطوه شويه هكا في الفريجيدار يحكم روحو باه كي تنحيو الحبات ما يفسدش الشكل تاعهم، ومن بعد كي تجيو تلصقوهم تلقاهم كامل قد بعضاهم. نحي الزوائد ونحط الحبات تاوعي في البلاطو ونطيبهم من الاسفل
ونشعلهم الفوق غير يشيحوا. مقادير الكريمه اللي قلت لكم عليها: راح نستعملوا 50 غرام من المارغرين، لان هنا استعملت اوبلين، 50 غرام من حلوه الترك ولا الشاميه، راح نحتاج 2 ملاعق من الكراميل ولا المعجون. يعني في الحقيقه ما فنخدمها بالمعجون، مي كاع الكاطو تاع اليوم درتو بالكراميل درتها بالكراميل. نحتاجو ملعقه كبيره من الكاكاو، وعندي لهنا من 2 حتى 3 ملاعق من الكاوكاو مرحير بودر كما راكم تشوفوا. وهنا الكاطو تاعي بعد ما طاب وبرد. اول حاجه راح نخدم المارغرين مع حلوه الترك. انا لهنا راني درت غير نصف الكميه، لصقت لي حوالي 17 حبه. كي عاد الكاطو تاعي حبته شويه صغيره، اذا كان درت الكاطو يعني شويه كبير راح تلصق لكم من 14 ل 15 حبه. راح نكتب لكم في صندوق الوصف المقادير مضاعفه. نخدمهم مليح مع بعضهم حتى نتحصل على قوام كريمي، ونضيف يعني هذا الوصفه لاباس تاعها حلوه الترك مع الزبده يكونوا بنفس الكميه. وضيفوا واش بغيتوا من نكهات. لهنا كي عديت كاطو بذوق الكراميل، ضفت له الكراميل والكاكاو والكاوكاو كما شفتوا. تقدروا تضيفوا اي نوع تاع مكسرات، كما تقدروا تستغنوا تماما على المكسرات، تخدموا غير بالكراميل والكاكاو. ساعات كي نبغي نخدم كاطو بذوق الشوكولا، نعوض هذوك 2 ملاعق تاع الكراميل نعوضهم بالشوكولا طارتيني. وفي الاغلبيه يعني نخدم في بلاصه الكراميل نخدم بالمعجون، يعني ندير 2 ملاعق عفوا تاع المعجون. لهنا راح نضيف الملاعق تاعي تاع الكراميل. وما تخافوش من المقادير، الكريمه تاعكم راح تجي عاديه، يعني ما تجيش خلاص حلوه. سورتو اذا كان شريتو هذيك حلوه الترك تاع الميزان اللي تتباع سبيسيال، يعني الكريمات الحلوه تاعكم راح تجيكم بالعكس، تجيكم الكريمه شويه ناقصه حلاوه. نضيف ملعقه كبيره بومبي من الكاكاو، ونكمل نخفق باقي المكونات. وفي الاخر راح نضيف هذاك الكاوكاو ولا كما قلت لكم اي نوع من المكسرات. انا بغيت ندير هذا الكاطو يعني تاع اليوم اقتصادي، خدمت بالكاوكاو وجابني بزاف. نتحصلوا على هذا القوام. شوفوا القوام تاعها كيفاه يجي ثقيل مذوب، ما تروح ما تجي، وطول مدة صلاحيتها. كما شفتوا المكونات كامل يطولوا في الصلاحية، يعني تقدروا تخدموا الكاطو هذا وتخليوه مخبي المدة الأطول مدة، يعني حتى 20 يوم ولا شهر ما يروح ما يجي. دوك راح نحطها في بوشادوي ونبدا نحشي الكاطو تاعي. اذا خدمتوا كميه كبيره ما تعمروش لابوش تاعكم، ديروا هذه الكميه اللي درتها انا تلصق لكم حوالي 12 حتى 14 حبه، ومن بعد عاودوا عمروا لابوش تاعكم هكا باش الحراره تاع اليدين تاعكم ما ياثرش في الكريمه. يعني هي راهي متماسكه على الكيف، ما تتاثرش الا اذا كان هزيتوا هذيك لابوش لمده طويله مع الحراره تاع اليد، راح تذوبوا شويه من يعني تفسدوا شويه من قوام هذيك الكريمه. باه تساعدكم برك في الخدمه، كي عاد اصلا كي تتحط راح تولي تحكم روحها، باه تجيكم سهله في الخدمه. وكي تحطوها كتبقى خشينه كيما راني نحط انا، ما تهبط لكمش. بغيتو تحطوا لهنا غير الكريمه، بغيتو ديروا تخليو يعني فتحه في المنتصف، تدوروا الكريمه على الحواف وتخليو مكان تحطوا فيه كميه تاع الكراميل. انا ما خليتش، درتو ديريكت بالكريمه فقط، كي عاد بنينه وفيها الذوق قوي تاع الكراميل. وراح نعد الحبات كما راكم تشوفوا، باه كي نقلاصيهم يجيو الحواف تاعهم والجوانب تاعهم معدولين. نحي زايد بالموس كما راكم تشوفوا هكا، باه تكون الخدمه تاعكم نظيفه ويكونوا الحبات كامل قد بعضهم. بعد ما عمرت الحبات راح نحطهم شويه في الثلاجه يحكموا رواحهم. ما تحطوش في الكونجيلاتور، حطوه في الفريجيدار من الجهه العادي اللي تبرد عادي، ما بين ما ذوبتو الشوكولا. لهنا انا خيرت الطريقه هذه تاع اضافه الكاكاو للشوكولا باه ما تذوبلناش. من نفضل الطريقه اللي ما نخدم بها، دوك نخليها لكم في صندوق الوصف. نرجع الشوكولا كلاصاج باضافه الماء ليها الماء سخون،
نضيف لها كميه تاع الماء سخون ونقعد نخلط من الاول تتعجن ومن بعد تطلق روحها وتولي كيما الكلاصاج، يعني كيما القوام تاعها كيما الكلاصاج تاع المخبز عادي. هكاك تقدروا تهزوها في يديكم بلا ما تذوب، يعني نتيجتها اضمن على النتيجه تاع الشوكولا هذه اللي تضيفوا لها الكاكاو. هي تجي شويه متماسكه هذه، ما نكذبش تطول في يعني تحكم روحها. ملي كي تهزوها هكا وتطول في يديكم ولا يكون الجو سخون بزاف راح شويه هكا تبغي تذوب. راني نقلاصي لهنا في الحبات تاوعي. اذا كان جاتكم الشيكولا شويه ثقيله ضيفوا لها ملعقه صغيره تاع الزيت. وكيما مالفا كل ما نقلاصي حبه راح نمسحها في ورق الزبده من الاسفل باه ما يكونوش فيها هذوك الزيادات ونحطها تنشف. الحاجه مليحه في هذا الكلاصاج انه الحبه تاعكم تاع الكاطو بعد ما تقلاصيوها راح تنشف لكم فمفم، يعني ما تطولش. بعد ما قلاصيت الحبات كامل ونشفوا لي ما خليتش فيهم زوائد كعادنا كيما قلت لكم نمسحهم في بابي كويسون قبل ما نزينهم، قصدي قبل ما ينشفوا يعني الزوائد يروحوا، خير ما نخليهم حتى ينشفوا نهز الحبه نفزدها. خيرت هذه الازهار الطبيعيه للديكور وديكوريت الحبه تاعي تاع الحلوى بهذا الشكل. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفاتي لنهار اليوم وتطبقوها وتنجحوا فيها. الى اللقاء في وصفات مقبله من وصفات ام اريش.